المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية طيبة نزفها إليكم من الفضائية الإريترية. نقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية المقدمة. جمعية مقدمي خدمات السياحة تنفذ حملة تنموية. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. أهلا بكم. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخة باستكمال الأعمال الجارية في الإقليم الأوسط لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك في عام 2027. وأوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخولهم الحقيقي وسداد الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى 3 فئات تضم الفئة ألف نحو 2200 ألف، والفئة باء نحو 18 ألفا، والفئة جيم نحو 43 ألفا، إضافة إلى 38 ألفا من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب. كما أوضح أن 34,550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حاليا ضمن فئة غير الناشطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقا للمواد 355 و356 و362 من قانون العقوبات، عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحا أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة جيم مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها، مشيرا إلى أن افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه أوضح السيد مكنن أنه سيتم تنظيم تدريبات تركز على تطوير قدرة العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد المقرر إدخاله في عام 2027. أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 أن المؤتمر شهد تقديم أوراق بحثية مهمة تتناول قضايا ذات أهمية كبيرة لنمو وتطوير القطاع الزراعي في البلاد. وأوضحت المهندسة تمنيت قرماي من مؤسسة المواصفات والمعايير الإريتريا، أوضحت أن المؤتمر وفر فرصة مهمة للخبراء والمهنيين في المجال الزراعي، وشجع المزارعين على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل. وأشار الدكتور تادس بياني من كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية إلى أن ما يميز الأوراق البحثية المقدمة هو تركيزها على الوضع الراهن للقطاع الزراعي وآفاق تطوره المستقبلية، معربا عن توقعاته بأن يكون لها إسهام مؤثر في المجتمع ولا سيما بين المزارعين. من جانبه أكد الشاب سياسة دسالة من مؤسسة القلال المواشي ضرورة العمل على تحويل نتائج الأوراق البحثية من دراسات نظرية إلى تطبيقات عملية بما يسهم في تطوير الأنشطة الزراعية في البلاد.
كما أوضحت السيدة سنية سفالدات عضوة جمعية الأعمال النسوية الزراعية أن ورقة بحثية تناولت إجراءات المتابعة والرعاية اللازمة للمنتجات الزراعية حتى وصولها إلى المستهلكين كانت ذات فائدة كبيرة للمزارعين، داعية إلى إعداد نتائج لأبحاث مستقبلا بلغة وأساليب مبسطة ومفهومة للمزارعين ونشرها على نطاق واسع. ونظم المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 يومي 20 و21 من أغسطس في العاصمة أسمر تحت شعار تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدام من أجل النمو الاقتصادي الوطني بمشاركة أكثر من 300 شخص، ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني في مجال الدراسات الزراعية. كرمت مدرسة دندن الثانوية في العاصمة أسمر يوم أمس 22 من أغسطس 103 طالب ممن أحرزوا درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط كاملة في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب 15 من المعلمين المتميزين. وفي كلمة خلال مراسم التكريم أوضح مدير المدرسة الأستاذ دانيال هبتم أن تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين يسهم في تشجيعهم وخلق روح التنافس الإيجابي والدافعية لدى بقية الطلاب والمعلمين، بما يعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحققون نتائج متميزة يشهد ارتفاعا سنويا، موضحا أن المدرسة سجلت زيادة بنسبة 3% في عدد المتفوقين في الدورة 38 مقارنة بالدورة 37. من جانبها أكدت مسؤولة مكتب التعليم في منطقة جنوب شرق أسمر الأستاذ أسكالو في الصحية أن النتائج التي حققتها مدرسة دندن تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، داعية الطلاب إلى مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما حققوه من نجاح. كما حثت أولياء الأمور على تعزيز دعمهم لأبنائهم. وأظهرت بيانات المدرسة أن مدرسة دندن الثانوية شاركت ب 576 طالب في الدورة 38 من الخدمة الوطنية، حيث حقق 24 طالبا الدرجة الكاملة البالغة 4 نقاط، فيما حصل 180 طالب على نتائج تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس، و77 طالبا على نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم. نفذت جمعية مقدمي خدمات السياحة خلال الفترة من 17 إلى 22 من أغسطس حملة للحفاظ على المياه والتربة في ضواحي بيت قرقيش، وذلك بمشاركة أعضائها من مختلف مؤسسات تقديم الخدمات السياحية. وشارك في الحملة يوميا نحو 50 شخصا، حيث نفذوا عددا من الأعمال التنموية الهادفة للحفاظ على موارد المياه والتربة. وأوضح رئيس الجمعية السيد سلمون قرماي أن الهدف الرئيسي من الحملة يتمثل في إنجاح الحملة الخضراء التي أطلقتها الجمعية منذ عام 2021، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في حماية البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية نفذوا خلال السنوات الخمس الماضية حملات مماثلة في محيط ماي دمنة أسفر عن إنشاء مدرجات ترابية على مساحة تقارب 8 هكتارات، إلى جانب زراعة أعداد كبيرة من الشتلات، مبينا أن أكثر من 95% منها قد نجحت واستمرت في النمو. من جانبهم أوضح منسقو الحملة أن مستوى المبادرة والروح العملية التي يظهرها أعضاء الجمعية يعكس تنامي ثقافة العمل التطوعي وترسيخها. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. قالت الشرطة إن مسلحين اختطفوا عددا من المصلين من مسجد في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا في أحدث واقع اختطاف جماعي في منطقة تعاني من عنف العصابات. وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون أن المهاجمين اقتحموا مسجد كينيا في منطقة ديكار التابعة لمنطقة يورغو الحكومية المحلية، بعد أن هاجموا في البداية قريتي جيدان زانا وكينيا.
وأضاف أن الشرطة لا تستطيع تأكيد الأعداد. وقال سكان محليون لرويترز إن أكثر من 60 مصليا اختطفوا في الهجوم الذي بدأ منسقا ووقع في وقت واحد في ديكارا و3 مناطق أخرى في بورجو. وصارت عمليات الاختطاف الجماعي لطلب فداء شائعة في أجزاء من شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تشن عصابات إجرامية مسلحة غارات متكررة على القرى والمدارس والطرق السريعة. انتقدت كوريا الشمالية بشدة توجه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض حرب عدوانية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت وسائل إعلام يابانية من بينها محطة NHK المحلية هذا الأسبوع أن وزارة الدفاع طلبت موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة قدرت الصحافة قيمتها نحو 56 مليار دولار. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ في تعليقها على هذا الطلب إلى أنه سيحطم مجددا كل الأرقام التاريخية. ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائيا بعد يظهر بوضوح زيادة خطيرة في موازنة الحرب ستسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم، متوقعة أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية. نقلت وكالة أنباء مهرشبه الرسمية الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي قوله إن إنتاج الأسلحة ومعدات الدفاع قد تضاعف في العام الماضي. وبحسب العميد رضا طلائي فإن إيران تهدف الآن إلى مضاعفة إنتاجها 3 مرات، حيث تواصل سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع لمواجهة العقوبات. في تصريح له على التلفزيون الرسمي قال العميد رضا طلائي إن الإنتاج قد تضاعف بعد حرب الأيام ال12، والجدير بالذكر أن إنتاج العديد من المنتجات الاستراتيجية التي حظيت بالأولوية خلال الحرب قد تضاعف أكثر من 3 مرات خلال النزاع الأخير. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن البلاد من بين أفضل 10 دول في مجال القوة الصاروخية، وأنها رائدة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عشرات القطع الأثرية المنهوبة إلى ممثلي الحكومة المصرية خلال مراسم أقيمت في مدينة لوس أنجلوس. ومن بين القطع التي أعيدت إلى مصر حلي وتماثيل ومنحوتات وتمائم ومعدات جنائزية ونقوش قديمة، إلى جانب قطع أخرى تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالية في لوس أنجلوس إنه بمساعدة وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء الآثار إلى جانب الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في القاهرة تم التأكد من أن القطعة 48 جميعها ترجع إلى مصر، وأنه من حق الشعب المصري استعادتها. وفي عام 2016 أبرمت الولايات المتحدة ومصر اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية تتيح فرض قيود أمريكية على استيراد فئات معينة من المواد الأثرية والإثنولوجية القادمة من مصر. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا، إليكم أبرز ما جاء فيها. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية المقدمة. جمعية مقدمي خدمات السياحة تنفذ حملة تنموية. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة هذا المساء.
شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.